أنا جربت حاجة غيرت حياتي. بعد سنين من السهر والكسل الصبح قدرت أخلي جسمي يبرمج نفسه يصحى من غير منبه. خليني أقولك سر يمكن يغير حياتك بالكامل. جسمك يقدر يغير مواعيد نومك وصحيانك كلها في 3 أيام بس. والله 3 أيام من الالتزام بروتين بسيط، وبعدها تلاقي نفسك بتصحى طبيعي من غير منبه، حتى لو كنت طول عمرك بومة ليلية بتحب السهر. تعال نبدأ من الأول. إحنا كلنا جوه جسمنا ساعة بيولوجية. الساعة دي مش زي الساعة اللي في إيدك، لأ، دي موجودة في المخ وفي كل خلية تقريبا من جسمك. هي اللي بتحدد وقت نشاطك، تركيزك، نومك، وحتى شهيتك للأكل. العلماء بيقولوا إن في 3 أنواع من الناس: البومة الليلية، اللي بيحس إن دماغه بيشتغل على أعلى مستوى بعد نص الليل وبيصحى متأخر. العصفور الصباحي، اللي بينام بدري جدا وبيصحى مع الفجر مليان طاقة. الأغلبية، وده النوع اللي بينام في حدود 10 ل 12 بالليل ويصحى 6 ل 8 الصبح. الجميل في الموضوع إيه؟ إنك مش محكوم تفضل زي ما أنت. جسمك بيتأثر بحاجات العلماء بيسموها زايت كيبرز، أو المؤشرات الزمنية، ودي اللي بتقول لجسمك الوقت دلوقتي صباح أو الوقت دلوقتي ليل. طيب، إيه هي المؤشرات دي؟ في 4 أساسية: الضوء، الحركة، الكافيين، والأكل والتفاعل الاجتماعي. أول مؤشر الضوء هو أقوى حاجة ممكن تبرمج جسمك بيها. أول ما تصحى حتى لو غصب عنك افتح الشباك وعرض نفسك للشمس. مش لازم تقعد نص ساعة، دقايق بسيطة كفاية تقول لساعة جسمك اليوم بدأ. تخيل إن جسمك عنده زرار ريست والضوء هو اللي بيضغط عليه. تاني مؤشر الحركة. بعد ما تتعرض للضوء لازم تتحرك. مش شرط تجري ماراثون ولا تروح جيم، حتى 5 دقايق مشي في الشارع، قفز حبل أو أي حركة بسيطة، ده بيبعت إشارة واضحة للمخ إحنا بدأنا اليوم. تالت مؤشر الكافيين. القهوة أو الشاي ممكن يساعدوا، لكن خد بالك، لو شربت أول ما تصحى هتفوت على نفسك دفعة النشاط الطبيعية اللي جسمك بيديها لك في أول ساعة. الأفضل تستنى من 60 ل 90 دقيقة، إلا لو هتتمرن بدري جدا. رابع مؤشر الأكل والتفاعل الاجتماعي. الأكل الصبح كأنه رسالة قوية بتقول لجسمك ابدأ اليوم. مش لازم تفطر بدري لو مش بتحب، لكن لو عايز تبرمج نفسك أسرع، وجبة الفطار بدري هتساعدك جدا. كمان إنك تتكلم مع الناس أو يكون عندك نشاط اجتماعي الصبح بيقوي البرمجة دي. طيب دلوقتي هتقولي الموضوع صعب قوي. بالعكس، هو بس محتاج 3 أيام التزام. اليوم الأول هيكون صعب، جسمك هيصرخ نام تاني، لكن قاوم، افتح الشباك، اتحرك، اشرب قهوتك في وقتها. اليوم التاني هتحس إنك بدأت تتأقلم، النعاس هيقل. اليوم التالت المفاجأة، هتلاقي نفسك قبل المنبه بدقايق صاحي طبيعي. في المقابل في حاجات بالليل لازم تبعد عنها. أكبر عدو هو الضوء الصناعي بعد الساعة 9:30 بالليل. دقيقة واحدة قدام شاشة موبايل أو لمبة LED ممكن توقف إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم، وتخلي جسمك فاكر إن النهار لسه مخلصش. لكن في حيلة، لو تعرضت لضوء الغروب أو ضوء العصر قبلها، جسمك بيبقى أقل حساسية للضوء الصناعي بالليل بنسبة 50%. الخطة العملية للتحول لشخص صباحي خلال 3 أيام: اضبط المنبه على ميعاد ثابت بدري، مثلا 5:30 أو 6. أول ما تقوم افتح الشباك وتعرض للشمس 5 ل 10 دقايق. اتحرك فورا حتى لو حركات بسيطة. اشرب الكافيين في التوقيت الصح. لو تحب افطر بدري. بالليل قلل الإضاءة القوية واستعمل إضاءة دافية أو نظارة فلتر. كرر ده 3 أيام وهتشوف الفرق بنفسك. الخلاصة يا صديقي، انت مش ضعيف قدام جسمك، بالعكس، جسمك ذكي جدا وكل اللي محتاجه إشارات واضحة تمشيه في الاتجاه الصح. خليك فاكر، الساعة البيولوجية مش عدوك، دي أكبر مساعد ليك. وفي الآخر حابب أعرفك بقناة رشد. القناة دي هتلاقي فيها كل ما يخص الدين، الإنجاز، وتطوير نفسك علشان تبقى إنسان أحسن في حياتك وتكون مستعد اليوم ما تقابل ربنا إن شاء الله. لو حسيت إن الفيديو ده مفيد ما تبخلش، اعمل لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والأهم شاركه مع صحابك، يمكن كلمة توصلهم وتغير حياتهم.